السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل كيكة اللوتس الكسولة ليزي لوتس بدقايق وبدون فرن. أول شي منحتاج لكوب من الحليب السائل، منضيف عليه 3/4 كوب من السكر مع نصف كوب من الكاكاو البودرة غير المحلى و5 ملاعق كبار حليب بودرة. ناخد هالمكونات ومنحطها على نار متوسطة، منحرك لحتى تدوب بالكامل، وأول ما تبلش تصير سخنة معنا بدنا نضيف عليها الزبدة. بيلزملنا نصف كوب من الزبدة بتخليها جامدة أكتر، بتخلي قوامها أحلى وبتعطيها دسامة أطيب. النار ما لازم تكون قوية، منضلنا منحركها لحتى تغلي شوي وبلش يتقل عنا القوام بهيدا الشكل. على جنب منجهز البسكوي. عندي هون 2 باكي من بسكوي لوتس، وزن الوحدة 250 جرام. منحطهم بوعاء ومنكسرهم لقطع صغيرة ومنضيفها عليهم صوص الشوكولا وهي سخنة. بالعادة دايما منعمل الليزي كيك بالبسكوي السادة، بس هلأ جربوا بهيدي الطريقة مع بسكوي اللوتس، نكهة بتكون مختلفة عن العادي، كتير طيبة وكتير لذيذة وكتير فخم بالتقديم. بدنا نخلطهم منيح مع بعضهم، وإجباري بدنا نضطر نخلط شوي بإيدنا، لأنه بس نخلط الليزي كيك بإيدنا بنضمن إنه يكون قوام الكيك، بينما إذا بس بالملاعقة بتضل القطع بعيدة عن بعضها ومنا مندمجة بهيدا الشكل. ضغطوا منيح بإيدكن انتو عم تخلطوا، هيك بتصير بتتكون كلياتها على بعضها وبتصير أسهل بالتشكيل. هاتركها شوية لتبرد وبعدين بلش شكلها رول وحطها بالفريزر. بس ننطر عليها شوي بترجع بتشد على بعضها وبتصير أسهل علينا بالتشكيل. منحطها على ورقة الزبدة ومنشكلها رول أو أي شكل انتو بدكن إياه، منغلفها منيح ونرجع بعدين بعد ورقة الزبدة منحط ورق القصدير أو الألمنيوم. بديل ورق الزبدة هو النايلون اللاصق يلي منغلف فيه الأطعمة، ويلي ما بده يعمل رول فيه يعمل أي شكل بده إياه بأي قالب متوفر عندكم بالبيت. بس ينحط ورق القصدير، شدوا منيح بإيدكن لتشكلوا الشكل يلي بدكن إياه. بهذه المرحلة كتير بصير سهل التشكيل. هلأ بدنا نفوتها على الفريزر من ساعة لساعتين لحتى تبين عليكن إنها جمدت منيح من برا. وهلأ بعد ساعتين صارت جامدة وصارت جاهزة للتقديم. ما تشيلوها قبل الوقت المطلوب، تأكدوا انها تكون جامدة منيح، بس تكمشوها بايديكن حتى يكون سهل عليكن بعدين تحطوا عليها زبدة اللوتس وتقطعوها القطع اللي انتو بدكن اياها بسهولة. شايفين لون الشوكولا شو قوي وشو حلو، بس بالكاكاو البودرة ومن دون استخدام قطع شوكولا. هلأ للزينة مندوب شوية زبدة لوتس، ما حنحتاج كتير على فكرة، لأنه هي بدنا نحط شوية من فوق وننزلن على الأطراف، فهيك دوبولكن شي ملعقتين مليانين، وإذا احتجتوا بعدين بتدوبوا زيادة وحطون هيك من فوق وبلشوا نزلوا على اليمين وعلى الشمال ليعطينا شكل حلو. زبدة اللوتس ما تشدوا عليها على النار، بتحتاج بس ثواني قليلة وبتدوب عندكن مباشرة، إذا شديتوا عليها بتصير بتنتزع. شوية بسكوي مطحون على الوجه من فوق بيعطينا شكل كمان أحلى بالتقديم. وهيك أفخم كيكة باردة صارت جاهزة للتقديم. شايفين ما شاء الله شكلها قد حلو، الكل حيفكركن إنكم جبتوها جاهزة من برا، كتير مرتبة وكتير فخمة. يلي بحب طعمة اللوتس حيلاقي هيدي الكيكة أطيب من ليزي كيك العادي يلي منعمله، لأنه النكهة فيها مركزة كتير طيبة وكتير النكهات متجانسة مع بعضها. شايفين الألوان ما شاء الله قد ايه حلوة. انتو بس تخيلوا عم تحطوا هيدا الحلا على الطاولة عندكم للضيوف أو للعيلة، مجرد تتخيلوا بس حتستحلوا هلأ تقوموا على المطبخ وتبلشوا تعملوا الوصفة. يلا جربوها واعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.